بعد إصابتي بمرض السكر كان في مشاكل كتيرة في حياتي. يعني مثلا إن أنا ما كنتش بحب التعليم. الكلام ده أنا أول مرة أقوله. كنتش بحب الدراسة، ما كنتش بحب التعليم، ما كنتش بحب الموضوع ده كله. وفي نفس الوقت صحتي البدنية ما كانتش أفضل حاجة. فأنا ولا نافع في تعليم ولا صحتي البدنية كويسة، وذات نفس عقلي ذات نفسه عقل فقير. أنا مش بعرف أطلع أفكار، مش ذكي بالقدر الكافي. وكل الكلام ده كله كان موجود في دماغي إن أنا مش نافع في أي حاجة. وغير ده كله جالي مرض السكر. فعايزك تتخيل الحياة بتاعت شخص خلاص بقى الحياة اتدمرت معاه. ده شخص أكيد هيبقى متشرد، مفيش أي تفسير تاني غير كده. بس بعد ما جالي مرض السكر بقالي دلوقتي 5 سنين، اكتشفت ان مرض السكر ده انقذ حياتي. يعني الحاجة اللي جات لي، اللي المفروض تكون مرض وحاجة هتفضل موجودة معايا طول الحياة لو ملهاش علاج، هي اللي انقذت حياتي. في الفيديو بتاع النهاردة اقولك عن 3 حاجات السكر علمهم لي، وال3 حاجات دول فعلا فعلا انقذوا حياتي، وخلوني الحمد لله اوصل للشخص اللي انا ممتن اكون عليه لسه اعلى واعلى. انا لسه عندي 18 سنة اللي مش عارف. فهقول لك في الفيديو ده على ال3 حاجات دول. لو انت مصاب بالسكر والدنيا معاك بيضة، اتفرج على الفيديو ده وكمله للاخر وهات لك اي حد يشربها. ولو انت مش مصاب بالسكر والفيديو ده ظهر لك، فدي امانة انك توديها لاي حد عنده سكر، او تعمل لها مشاركة عندك على الاكونت ايا كان. فدي امانة كبيرة، لازم الفيديو ده يوصل لكل مريض سكر، لان الفيديو ده احتمال يغير موده ويغير حياته 180 درجة. لو الفيديو ده ظهر لك وانت عندك سكر، فصدقني دي مش صدفة. دي رسالة من عند ربنا على لساني أنا أقولها لك كشخص مصاب بالسكر بقالي 5 سنين. مش مدة كبيرة إنما في ال5 سنين دي اتعلمت كتير جدا. خليني أحكي لك في الأول إزاي اكتشفت مرض السكر عندي. اكتشفت المرض كان كالآتي: أنا شخص ما كنتش بشتغل، أو كنت بشتغل بس الشغل بتاع العيلة بتاعتنا إحنا شغالين في البنيان. فأنا ما كنتش يعني ما كانش عندي الصحة الكافية اللي تخليني أشتغل الشغلانة دي، لأنه كنت ضعيف. الكلام ده قبل ما يجيلي مرض السكر، قبل ما يجيلي أي حاجة من كده. انا شخص القوه البدنيه عندي ضعيفه، قوه التحمل عندي ضعيفه. فما كنتش نافع في اي شغلانه غير شغلانه واحده هي اللي جات لي، ودي اللي كانت متناسبه معايا، ان انا اشتغلت في سوبر ماركت. في السوبر ماركت ده اشتغلت فيه اطول فتره اشتغلتها في حياتي. اشتغلت 5 شهور. انا ما كنتش بكمل في شغلانه اكتر من شهر. فالمهم اشتغلت في الشغلانه دي وكملت فيها. بس كنت باكل سكريات كتير، كنت باكل اكل كتير. وده مش سبب ان جالي سكر. السكر ده مرض مناعي، الجسم فيه بيهاجم البنكرياس فبيجي لك سكر. انما سبب اكتشافي للمرض والحاجه اللي كانت مسببه لي تعب نفسي، ان انا كنت باكل في السوبر ماركت اللي أنا شغال فيه حاجات مسكره كتير. فده كان مفكرني ان انا جالي سكر بسبب الحاجات اللي اكلتها، بس مش ده السبب. المهم اكتشفت ان انا عندي سكر عن طريق ان انا واقف في السوبر ماركت. كنت بشرب ازازه، والله كنت بشرب في اليوم اكتر من 10 لتر ميه. 10 لتر ميه في اليوم. وكنت بدخل الحمام بشكل مجنون. كنت اشرب الميه بحس ان الميه بتنزل كده، اروح اخش الحمام على طول. الحمد لله الحمد لله الايام دي عدت. فاكتشفت المرض ساعتها، رحت حللت سكر، فهمت لقيت ان السكر عندي كان ساعتها 700 ولا مش عارف ايه. بس الحمد لله ما جاليش غيبوبه. ومشيت بقى في رحله العلاج. خلاص، هو حتى الشغل اللي انا شغاله مش هشتغله. التعليم زي ما قلت لكم مش بحبه، ومش بحب اروحه، ومش نافع فيه ولا اي حاجه. فخلاص، صحة متدمرة، ذكاء متدمر، تعليم متدمر، كل حاجة متدمرة. وحتى ما عرفتش اظبط مستوى السكر، وفضلت حوالي 4 سنين الدنيا عندي متدمرة. لحد ما بعد حوالي كده 3 4 سنين او 3 سنين ونص، اكتشفت حاجة هي السبب ان حياتي تتغير. هي الجيم. هتقول لي الجيم، علاقة الجيم، علاقة الموضوع ده كله؟ ده طالع تحفزنا، طالع تقول لنا كلام ايجابي ويلا انزل. لا خالص خالص لا. الجيم خلاني اتحول 180 درجة. 180 درجة على مستوى حياتي. هديك فكرة. انا كنت متردد ان انا اظبط مستوى السكر عشان فكره ان انا هاكل اكل معين واحسبه. بس لما رحت الجيم وشفت جسمي بيتطور، فهمت ان انا بظبط السكر وبظبط اكلي علشان الجيم، علشان خاطر اطور شكل جسمي اكتر، علشان اكون شكلي كويس اكتر، علشان وانا ملتزم افهم ان العضلات اللي انا طلعتها ده والجسم اللي انا عملته كان بسبب ان انا ملتزم. فالجيم كان اول وسيله ليا ان انا اكون ملتزم. الالتزام اجى من الجيم. رغم ان انا في الاول ما كنتش ملتزم، ولا كنت مظبط مستوى السكر، ولا كنت باكل اكل صح، ولا كنت بعمل اي حاجه. بس فكره ان انا بروح الجيم ده كان المخرج الوحيد ليا ان انا اكون مبسوط. كنت بحس بانجاز مش طبيعي. كنت ممكن افضل في الجيم حوالي 5 ساعات وسط الناس، اتكلم مع الناس 5 ساعات في الجيم. والله ما بهزر. كنت ممكن اروح الساعه 7 بالليل، اروح الساعه 12 والساعه 1 بالليل. فيعني
الجيم كان بالنسبه لي هو المخرج الوحيد. فضلت مكمل في الجيم، ومع الجيم اجى الالتزام، ان انا خدت الخطوه ان انا اظبط مستوى السكر عن طريق شخص فعلا، ولا انا اعرفه شخصيا، انا اعرفه يعني عن طريق السوشيال ميديا، ولا هو يعرفني شخصيا. بس اتمنى في يوم من الايام الفيديو ده يظهر له، لان الفيديو ده لو ظهر له وهو كاتب لي تعليق نوعا ما، انا هكون مبسوط بشكل مش طبيعي، واتمنى في يوم من الايام اتعرف عليه. واللي هو كابتن محمد الهشلان، ممكن تبحث عنه على اليوتيوب لو انت عندك سكر، هيفيدك جدا. الراجل ده يعني كان سبب، آه، بعد توفيق ربنا اكيد، ان انا ما روحتش لدكتور وظبطت مستوى السكر وظبطت تراكمي وظبطت شكل جسمي وعملت كل حاجه بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الكابتن ده. الشخص ده فعلا انا مدين له دين مش طبيعي، ربنا يبارك له. وان شاء الله ان شاء الله اقابله في يوم من الايام، وباذن الله هجيب الفيديو ده لما اجي اقابله باذن الله، واحط الاتنين على بعض واقول لكم ان انا حققت الهدف، ان انا فعلا الراجل ده بحبه جدا. وكابتن احمد جمال برضه والناس دي كلها، بس الكابتن محمد الهشلان الكابتن ده يعني ربنا يبارك له، كان طالع في بودكاست اسمه على البنش، انت ممكن تكون عارفه. فيعني على العموم الراجل ده اتعلمت منه كتير. زي ما قلت لك الالتزام اجى عن طريق، ولما التزمت في الجيم التزمت على مستوى السكر، والسكر بقى بتاعي طبيعي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقت الدنيا كويسة معايا، وبقت الدنيا حلوة. النجاح ما جاش دلوقتي، النجاح جالي ان انا لما التزمت في التمرين الحمد لله الحمد لله، بدأت انزل فيديوهات، اللي هي الفيديوهات اللي هي قدامك دي. بدأت انزل فيديوهات على التيك توك، بدأت انزل فيديوهات هنا على اليوتيوب، بدأت اطور اكتر، بدأت اصور، بدأت اعمل بأقل الامكانيات. وانا اساسا صانع محتوى من زمان، بعمل محتوى مختلف مش هقول لكم عليه يعني عشان ما تخشوش تتفرجوا، هو محتوى مختلف عن اللي انا بعمله. فالمهم عملت المحتوى ده والحمد لله بفضل الله، اكتشفت ان فعلا فعلا المحتوى ده ساعد ناس كتير. والله يعني الحمد لله ساعد ناس كتير. ازاي ساعد الناس الكتير دول؟ عن طريق ان في ناس كتير عندها سكر، بس مفيش شخص من اللي عنده سكر ممكن يطلع يقول انا عنده سكر، في بيعملوها انما يتعدوا على الصوابع. انما انا طلعت في اول فيديو ليا او تاني فيديو قلت انا عنده سكر وده يومي، وفرجت الناس يوم. الحمد لله الفيديوهات دي ساعدت ناس كتير جدا، وساعدتني انا شخصيا، ان انا شفت ان انا مش لوحدي، ان انا فعلا الالتزام اللي انا بعمله ده في ناس ملتزمه كده. فانا ساعدتهم وهم ساعدوني، احنا الاتنين ساعدنا بعض، وبكده الحمد لله قدرنا نساعد بعض. والحمد لله الحمد لله انا بقيت افضل وهم بقوا افضل. والحمد لله بدأت اشتغل في التدريب الاونلاين، والشيء ده بقى بيعمل لي دخل مادي كويس نوعا ما. الدنيا واقعه وكده، ولان اغلب مرضى السكر مش بيثقوا في الناس كتير، فيعني عامه الحمد لله بقيت اساعد الناس اللي عندها سكر، اذا كان بشكل مجاني او اذا كان بشكل مادي بيدفعوا فلوس. في كل الحالات انا مبسوط جدا باللي انا عملته. ومش كده وبس، القصه ما انتهتش على كده، احنا ممكن نعمل جزء تاني، وممكن اكلمها لكم فيديو طويل او اتكلم على القصه من اولها لاخرها. بس كفايه كده، وتعالى نتكلم على الثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليها. كفايه القصه بتاعتي، كل ده كان يعتبر مقدمه. اول حاجه اتعلمتها هي الالتزام. اتعلمت من السكر الالتزام. ازاي الالتزام؟ ان شخص تبقى ملتزم بجرعه معينه، باكل معين، بتمرين، بكل ده شخص بيخليك اي حاجه انت عايزها توصل لها. لان اي حاجه انت عايزها محتاجه انك تعمل فعل يومي بشكل ملتزم بمثابره، فهتوصل للهدف بتاعك. فالالتزام اتعلمته من السكر، ده اول حاجه اتعلمتها الالتزام. تاني حاجه اتعلمت قيمه الصحه. ازاي اتعلمت قيمه الصحه؟ انت دلوقتي ممكن تشوف اي شخص ماشي في الحياه الطبيعيه، لو انت عندك سكر مثلا وبتشوف الفيديو ده، او اي شخص عندك مشكله ايا كانت، لو انت ماشي كده في الشارع وشفت اي شخص، فممكن تحس ان هو احسن منك اذا كان صحيا، احسن منك في حاجات كتير جدا، بس الشخص ده مش حاسس، يعني مش حاسس بقيمه حاجه. يعني مش حاسس بقيمه البنكرياس اللي هو انا اساسا ما اعرفش مكانه فين. انا في الاول ما كنتش عارف يعني ايه بنكرياس اساسا. ف... بس لما راح مني عرفت قيمته، عرفت قيمة الصحة، عرفت قيمة إن أنا أكون نايم من غير ما أدخل بالليل الحمام، ومن غير ما أشرب كوباية مياه كتير، ومن غير ما أفضل آخد أنسولين. عرفت قيمة كل ده، عرفت قيمة الصحة، وده خلاني أحافظ على باقي الصحة. إنك تعرف قيمة الصحة مش معناه أنت تفضل تبكي، معناها إن أنت تحافظ على اللي عندك، لأن ده مجرد شيء بسيط راح، أيا كان المرض اللي عندك، أيا كان اللي عندك. غير لو مرض يعني لا قدر الله إذا كان سرطان مثلا، لا قدر الله، يعني ان شاء الله ربنا يشفيك وتبقى كويس. بس لو عندك مرض اذا كان سكر ايا كان اللي عندك، فلو عضو واحد في جسمك بس هو اللي حصل له مشكلة، شوف هو مبوظ لك حياتك ازاي، ما بالك بالاعضاء التانية اللي عندك. فلازم تحمد ربنا وتشكره من قلبك، لان قيمة الصحة اللي عندك دي ما تتعوضش.
لا تشترى بالمال. يعني انا مثلا لو معايا مليار دولار وعندي مشكلة ممكن احلها بالفلوس، بس وانا بحلها بالفلوس انا هتألم. انا مستحيل الالم ده ادفع، يعني اخليه يروح بفلوس كده ولا كده هتقل. فقيمة الصحة مش هتعرفها غير في حالة زي دي، او لو انت شخص واعي، شخص واعي بالنعم اللي عندك، شخص واعي بنعمة الهدوم اللي عندك. لو انت شخص عامة واعي وشخص طبيعي ما عندكش اي امراض، بس فاهم نعم اللي عندك، فهتعرف قيمة الصحة. بس الحاجة اللي انا اتعلمتها من السكر، واللي هي رقم اتنين، قيمة الصحة الحقيقية. تالت حاجة ودي مش عارف اسميها ايه، بس هسميها ان انا عندي حاجة بعملها في حياتي، عندي حياة. لما انت بيكون عندك سكر فبتتمرن، فبتروح الجيم، فبيكون عامة عندك روتين. الروتين ده بيسمى حياة. ودي مشكلة أي شاب أنت ممكن تشوفه، تلاقيه ما بيصحاش في وقت معين، ولا بينام في وقت معين، ولا بياكل في وقت معين، ولا بيتمرن. كل اللي بيعمله في حياته، ثواني كده نجيب بس التليفون ده، بيعمل كده بيعمل كده على تيك توك. هو بيفتح التيك توك، هنفتحه قدامكم دلوقتي اهو. هو ايه الحياة دي؟ إيه الحياة ده يا صاحبي؟ إيه الحياة دي؟ إيه الحياة اللي يعني حياتك كلها بتقلب على تيك توك؟ إيه الحياة دي؟ ايه؟ والله، والله انا عايز اسالكم كلكم واسال اي شخص، حتى اصحابي. انا يعني الحمد لله ما عادش بقعد مع ناس كتير، وبدات ابعد عن ناس كتير، لدرجه ان انا دلوقتي ماشي مع ناس يعني ممكن اقول لكم ان هم مش بيشحنوا باقه الواي فاي وسايبين الواي فاي في البيت لان هم كارهين النت. فالفكره هنا ليه؟ هو انت ليه حياتك كلها تبقى عباره عن كده؟ فده خرجني بره الاستعباد اللي موجود، ان انا الحمد لله بقى عندي حياه. بقيت اتمرن، بقيت اصحى في وقت معين، بقيت اعمل كل حياتي في وقت معين، بقيت اقرا، بقيت اتعلم، بقيت اشتغل، بقيت اعمل كل حاجه في وقت معين. وبقى عندي حياه، وبقى عندي اسلوب حياه، وبقى عندي اصحاب شبهي. فبقى عندي حاجه اعملها في حياه، بقى عندي جول في الحياه، بقى عندي هدف في الحياه. وده اللي مفتقده كل الناس، ان انت يكون عندك هدف في الحياه، فانت عارف انت صح ليه. مش صح بتقول ينعل ابو ده يوم، استغفر الله العظيم. لان انت صح بتقول النهارده هو فرصه جديده توصلني للهدف عن طريق تراكم الفعل اللي انا بعمله. فانت لما بيكون عندك هدف ايا كان، فحياتك بيبقى ليها معنى. انت عارف انت صح ليه، مش مجرد صح كده وخلاص بتعمل اي حاجه، ولا صاحي هدفك في الحياه انك تبقى اكتر شخص قلب على التيك توك على كوكب الارض. فبس كده خلصت الفيديو. احتمال اعمل لكم فيديو عن قصتي انا، ممكن تلاقي فيديو كنت منزله من فتره، انما انا عايز اعمل فيديو طويل ساعه مثلا بحكي لكم فيها قصه من البدايه لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها من دلوقتي. عامه انا ما وصلتش للنجاح اللي في دماغك، وده ممكن يكون واضح عليا. انا لسه صغير، لسه قدامي كتير. الحمد لله وصلت على نجاح انا راضي منه. بالنسبه للناس اللي انت بتشوفهم في الحياه الواقعيه، انا راضي عن حياتي، وان شاء الله انت كمان تكون راضي عن حياتك. والفيديو ده لو ظهر لك وانت انسان عادي ما عندكش سكر، ما بتروحش الجيم، فدي فرصة ورسالة من عند ربنا أكيد. والفيديو ده ما ظهرلكش بالصدفة. ولازم دلوقتي تبدأ تشتغل على حياتك وتخلي حياتك أحسن. ولو أنت عندك سكر، فالفيديو ده بيقول لك يا باشا، السكر مش عائق، السكر ممكن يكون إجا علشان ينقذ حياتك. ولو أنت شخص بتفكر تتمرن، فالفيديو ده برضه ظهر لك عشان يقول لك ابدأ تمرين حالا بالا فعلا. لازم تبدأ تمرين، لأن التمرين هينقذ حياتك وهيخليك شخص ملتزم، ويخليك شخص ناجح في حياتك. اكتر ميزه انت ممكن تكون شايفها على كل الناس الناجحه اللي انت بتشوفهم، ان هم بيتمرنوا. كلهم بيتمرنوا، كلهم بيتمرنوا. حتى لو مش بيقولوا، بس انا متاكد ان كلهم بيتمرنوا. كلهم عارفين قيمه الصحه، وكلهم عارفين ان الحاجه دي ما بتشتريش بالفلوس، واللي هي الصحه. فخليك زيهم. وبس كده يا باشا. كان مع خالد ناصر، شخص عادي جدا زي اي شخص، يعني حاول يطور حياته. فبس كده، اعمل لايك، اعمل اشتراك، اكتب لي رايك في الكومنتات في الفيديو، وعجبك نوع الفيديوهات دي اللي ما فيهاش مونتاج كتير. الفيديو ما فيهوش تقطيع، الفيديو قصير نوعا ما او طويل زي ما يطلع. فبس كده اكتب لي برضه رايك في الكومنتات. ولو انت عايز تبدا في التدريب الاونلاين او تخش معاه استشاره اونلاين، ده يشرفني جدا. سايب لك تحت في الديسكريبشن شويه لينكات، واتساب، انستجرام، دوس على اي واحد فيهم، تواصل معايا، هرد عليك شخصيا، ونحدد الميعاد وندخل مع بعض في اقرب وقت، اذا كان مكالمه او تدريب اونلاين. وبس كده يا وحش، سلام.